السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل بعنوان احذروا المرجئة وتجنبوا عقيدة الإرجاء. المرجئة والإرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. عقيدة الإرجاء مرض خطير للأسف تفشى في المجتمع وتفشى في أوساط المسلمين، بل والله في أوساط بعض المشايخ كمان. ناخد الموضوع من أوله ونتكلم عنه بالتفصيل، وأنا الحمد لله حافظ وكل حاجة، لكن هقرأ من الورق عشان ما حدش يقول لي أنت بتتكلم منين ولا دليلك إيه. هو إيه معنى الإرجاء الأول؟ أنا بقول الإرجاء مرض. طب وايه المشكله ان الواحد يكون عنده مرض؟ ما احنا ياما اصبنا بامراض وتعالجنا منها. فممكن الانسان يعالج نفسه، مش معناها ان انا خلاص اصبت بالمرض ان خلاص المرض هيبقى لازق فيا والناس بقى تصفني بهذا المرض. لا، عرفت ان انا مريض، اللهم اشفني. الله تبارك وتعالى في سوره الشعراء: واذا مرضت فهو يشفيني. حتى الادب والذوق، مش واذا امرضني، يعني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. وإذا مرضت نسب المرض له هو، فهو يشفيني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله فما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء. دي أمراض الجسد. طب امال ده الإرجاء ده مرض قلب والعياذ بالله، مرض قلب، فنتعالج منه. إيه الإرجاء؟ ما معنى الإرجاء؟ الإرجاء أصله في اللغة معناه التأخير. عندنا آيتين، واحدة في سورة الأعراف والثانية في سورة الشعراء. سورة الأعراف قالوا أرجه وأخاه. السحرة بتوع فرعون بيقولوا على سيدنا موسى وسيدنا هارون، بيقولوا لفرعون إيه؟ قال أرجه، أخره يعني، وفي التفسير ساعات الحبس يعني، لكن أخروا شوية. أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. أخروا شوية لغاية ما نجيب السحرة. دي في سورة الأعراف. سورة الشعراء قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. دي في سورة الشعراء. يبقى الإرجاء أرجه يعني أخره، والإرجاء في كلام العرب هو التأخير. يقال منه أرجيت هذا الأمر وأرجأته إذا أخرته. ومنه قول الله تبارك وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجي إليك يعني تأخر، وتؤوي إليك من تشاء، لما حصل موضوع النساء معاه يعني زوجاته رضي الله عنهن جميعا. يبقى دي معنى الإرجاء. طب امال عقيدة الإرجاء هي إيه؟ العقيدة خلي بالك بقى، عقيدة الإرجاء تقوم على الآتي: تأخير العمل عن حقيقة الإيمان. تأخير العمل عن حقيقة الإيمان. المرجئة يقولوا إيه؟ ما دام الواحد عنده إيمان في قلبه بس خلاص. يعني إيه بس خلاص؟ الله، يعني إيه؟ العمل ده مش مشكلة خالص، ملوش حتى لازم مهما عمل. هنشوف دلوقتي إزاي يعني. وذلك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ناخد الصح الأول، الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو إيه؟ حقيقة مركبة من أركان. خلي بالك، لما نقول ركن غير لما نقول واجب غير لما نقول سنة. زي مثلا أنت لما بتروح تحج بتقول أركان الحج أو أركان العمرة. ركن معناها إيه؟ إنك لو ما عملتوش يبقى باظ الفعل، ضاع الفعل، ما ينفعش. يعني أركان العمرة إيه؟ 4. 1 النية، النية بقى اللي هي مثلا هتلبس فيها الإحرام مش عارف بتاع. 2 الطواف. 3 السعي بين الصفا والمروة. 4 الحلقة أو التقصير. لخبطت في واحدة من دول، لا دي أركان. لكن في بعد كده سنة أو مستحب، أو عايز تتكلم عن الواجب. الواجب ممكن لو ما عملتوش تكفر عنه، سواء في عمرة أو في حج. لكن سنة تستعملها ولا ما تعملهاش مش مشكلة، زي الضباع، كشف الكتف اليمين، أو الرمل 3 أشواط كده تقعد تتهز فيهم، دي سنة. احنا بنتكلم دلوقتي عن أركان الإيمان. 1 يقين بالقلب، ده عند أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن احنا نكون منهم. عند أهل السنة والجماعة الإيمان حقيقة مركبة من أركان. إيه الأركان دي؟ 1 يقين بالقلب،
هتقول لي اعرفه ازاي؟ اقرار باللسان. 3 برهان بالعمل. احنا كنا زمان نقول تصديق بالعمل، لا ده برهان. ده ثمرة الإيمان هو العمل. ثمرة الإيمان هو العمل، الثمرة هنا. طب امال المرجئة بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا، احنا عندنا طب نوعين من المرجئة الأول عشان نتكلم عنه. أول نوع من المرجئة اللي هم غلاة المرجئة، اسمهم المرجئة المتكلمون. وفي مرجئة الفقهاء. يبقى أنواع المرجئة النهارده نتكلم فيهم دول 2: المرجئة المتكلمون ومرجئة الفقهاء. المرجئة المتكلمون دول غلاة المرجئة. ازاي؟ يقول لك اهم شيء انتوا عندكم الايمان ايه يا اهل السنه والجماعه؟ يقول لهم عندنا يقين بالقلب، اقرار باللسان، برهان بالعمل، اللي هو ثمره الايمان يعني. يقولوا لا، اهم شيء في الايمان يقين بالقلب بس خلاص. اسمع بيقولوا بقى، اللي هو مثلا واحد منهم اسمه جهم بن صفوان ومن تابعه، بيقول الايمان مجرد التصديق بالقلب وعلمه بس، ولم يجعلوا اعمال القلب من الايمان. اعمال القلب اللي هي الفرائض والحاجات اللي في الاسلام، لا ما جعلوهاش من الايمان. وظنوا ان الانسان قد يكون الانسان المؤمن عندهم ايه؟ مؤمنا كامل الايمان بقلبه بس. وهو مع هذا يقول لك ده قلبه كده، يعني انا الايمان مطمئن في قلبي بس خلاص. يقول لك انت مؤمن ورايح الجنه وخلاص تمام. وهو مع هذا حتى لو يسب الله يقول لك مش مشكله، ويسب الرسول برضه يقول لك مش مشكله، ويعادي اولياء الله مش مشكله، ويعادي النبي صلى الله عليه وسلم مش مشكله، يهدم المساجد مش مشكله، يهين المصحف مش مشكله، ويهين المؤمنين غايه الاهانه ما عندهمش مشكله. طب بيكرم الكفار مش مشكله. ايه ده؟ ايه الهبل والعبط ده؟ دي عقيده الارجاء. يقول لك ما دام انت مؤمن بقلبك بس، شوف حتى لو عمل البلاوي الكفر دي كلها، حتى لو عمل الكفر ده كله بقلبه او بعمله، فيقولوا عليه مؤمن حتى لو عمل كل البلاوي واعمال الكفر اللي طلعوا بره الدين دي. يقول لك لا، ليه بقى؟ بيعتبروا الحاجات دي كلها، اللي يسب ربنا يسب الرسول يهين المصحف مش عارف، بيعتبروها ايه؟ معاصي. معاصي. لا دي نواقض للدين، وهنتكلم لسه عن الفرق بين النواقص والنواقض. لكن هنا بيعتبروا ديت ايه؟ معاصي لا تنافي الايمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. دول حكمهم ايه؟ دول كفرة. اللي يقول هذا الكلام ويعتقد هذه العقيدة كافر. كفر علماء السلف كسيدنا وكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وابي عبيد وغيرهم من يقول بهذا الكلام. دول ايه بقى؟ دول المرجئه المتكلمون، دول غلاة المرجئه. طب امال المرجئه التانيين دول ايه؟ المرجئه الفقهاء. هم اللي بيقولوا بقى المرجئه، زودوا بس حته بقى. المرجئه الفقهاء بيقول لك ايه؟ هم الجماعه المتكلمين بيقولوا ايه؟ الايمان يقين بالقلب، اللي في القلب بس. لا هنا بس نزود حته ايه؟ الاقرار باللسان. قالوا الايمان تصديق القلب وقول اللسان والاعمال ليست منه. برضه نفس الخيبه، بس زودوا ايه؟ الحته اللسان بس. طبعا عقيده الارجاء دي نشأت منين؟ ممكن واحد يقول لي طب نشأت ازاي؟ ضد الخوارج. ما هو لكل فعل رد فعل مساو له في الضغط ومضاد له في الاتجاه. يعني كده الخوارج قالوا ايه؟ قالوا اللي يعمل معصيه يكفر، يعني اللي يزني يبقى كافر. اللي يسرق كافر. ايه ده؟ ردوا عليهم بقى بتوع المرجئه. بصوا دول معوجين قوي يمين، التانيين اتعوجوا قوي شمال. قال لا، حتى لو لو سب ربنا ولا سب الرسول ولا المشركين ولا ايه ده؟ فدي المشكله. نشأت فكره الارجاء كرد فعل على الخوارج ومن وافقهم ومن تابعهم من غلاة المكفره، اللي جعلوا زوال اي شعبه من شعب الايمان ناقض ومزيل لاصل الايمان. لا دي غلط. ليه؟ انت يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان 70 شعبه، وفي روايه للترمذي بابا فافضلها وعند الترمذي ارفعها
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ده حديث رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة. خلي بالك بقى، ليس جميع شعب الإيمان وأبوابه متساوية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلاها لا إله إلا الله، طب أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أما ألاقي أذى عن الطريق أزيله عشان ما أذيش المسلمين، والحياء شعبة من الإيه؟ من الإيمان. خلي بالك بقى، هل عايز تعمل شعبة لا إله إلا الله اللي هي أعلاها دي زي شعبة إماطة الأذى عن الطريق أو الحياء؟ لا. يعني مثلا لو أنا ما عنديش حياء مثلا، أو ما زلتش الأذى عن الطريق، أبقى كافر؟ لا، يبقى إيماني ناقص، ناقص. لكن لو ما قلتش لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي هي فوق خالص دي، لا، ده ناقض، مش ناقص، ناقض، ده مزيل للإيمان. ده الفرق بقى بين الناقض والناقص، علشان إيه؟ نرد على المرجئة. طبعا لما قلنا إن الإيمان أصلا حقيقته اليقين بالقلب، إقرار باللسان، لابد من التصديق بالعمل، ومش التصديق زي ما قلنا ثمرة الإيه؟ الإيمان، البرهان. يعني أنت بتقول أنا جعان، طيب وأنا جبت لك فرخة محمرة، اتفضل. لا والله ده أنا جعان جدا. ما تاكل. يا ده أنا بطني بتتقطع من الجوع. لا، حاجة من الاتنين، أنت كذاب يا دي مش فرخة. ليه؟ ما هو أنت لو بتقول جعان وقدامك الفرخة كل. طب أنت بتقول لا إله إلا الله، إله يعني إيه؟ يعني معبود يعني إيه؟ يعني مطاع يعني إيه؟ يعني يتسمع كلامه في إيه؟ في افعل الحلال ولا تفعل الحرام. تيجي تقول لي أنا مؤمن بالله ولا إله إلا الله وأنا مصدق بالله، طب صلي ولا حركح، ومراتك مش محجبة، بر الوالدين مفيش، صلة رحم مفيش، إحسان إلى الجار مفيش، صدق مفيش، إخلاص مفيش، أمانة مفيش. أمال يبقى إيمان إيه ده؟ ده إيمان إيه ده؟ لا، ده ما ينفعش. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ربط بين الإيمان وبين العمل. دي أهم نقطة، أهم نقطة. يعني مثلا يقول الله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، سورة طه. وفي سورة النحل من عمل صالحا من ذكر، ادي راجل، او انثى وهو مؤمن فلا، شوف الايمان اهو، بس الاول قال ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. مثلا سورة النساء ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، أهو عمل أهو. أواخر سورة الكهف قال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأواخر سورة آل عمران بعد ما إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بس هيقولوا بقى كلامه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم آمنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، راجل أو ست أو امرأة، يعني بعضكم من بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النساء شقائق الرجال في إيه؟ في التكاليف والواجبات، صلاة صوم زكاة حج بر والدين صلة رحم إحسان إلى الجار. المرأة متساوية مع الرجل في التكاليف والواجبات، لكن الوظائف لا. بعضكم من بعض فالذين هاجروا عمل بقى وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بالعمل. والسنة النبوية طبعا كتيرة جدا جدا. الحديث اهو بتاع الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أنا بس عشان أخلص من الحتة دي بسرعة، الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه بوب أبوابا تحت كتاب الإيمان، كتاب الإيمان في صحيحه، صحيح البخاري، قال بقى إيه؟ بص، الحياء من الإيمان. باب من قال أن الإيمان هو العمل. باب الجهاد من الإيمان، بص كلها أعمال أهي، المرجئة بينفوا الأعمال. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. باب الصلاة من الإيمان. سبحان الله. طب نيجي نشوف، احنا شفنا القرآن اهو وشفنا السنة، نشوف العلماء بيقولوا ايه بقى لما عرفوا الإيمان. بيقولوا ايه؟ الإيمان ما وقر في القلب وصدقه اللسان وعملت به الجوارح. حتى بيقولوا ايه؟ يقولوا عمل القلب وعمل الأعضاء. عمل الأعضاء اللي بينكروه المرجئة بيقول لك لا، العمل ده مش مشكلة عندهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وممن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من ثلاث إلا بالآخر. يعني ما ينفعش تطلع واحد، هم الثلاثة ورا بعض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، سورة الكهف في الآخر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، سورة يونس. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة العصر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، سورة التين. وهكذا. إذن الثلاثة. الإمام البخاري رحمه الله يقول: هو قول وفعل. الإيمان قول وفعل. وفصل الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري قول من قال بهذا من علمائنا، بيقول: وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جرير ومعمر وغيرهم، وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم، إن هو قول وعمل. وكذا نقله أبو القاسم في كتاب السنة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي إلى غيره من الأئمة. وروى بسند الصحيح عن البخاري قال، الإمام البخاري بيقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل. ويضيف مؤكدا إجماع الصحابة والتابعين على أن الإيمان نية وقول وفعل. نية وقول وفعل. وهكذا. واستدل الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وغيره بأدلة طبعا، يعني مثلا زي إيه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، سورة البينة إلى آخره. طيب واحد يقول لي: وأنا أعرف إزاي إذا كان عندي عقيدة الإرجاء دي ولا لا؟ هتشوفها بقى في الواقع إزاي. أول ما تسمع واحد بيقول لك، خلي بالك بقى، يقول لك كده إيه: بص بقول لك إيه، شيخ وجدي ده ابعد عنه مثلا. يعني ليه؟ يا راجل ده بيكفر، ده بيكفر. كويس. امال انت ايه؟ لا احنا ما بنكفرش حد. ايه؟ احنا ما بنكفرش حد. بس يبقى عقيدته ارجاء. قول له يتعالج، مش مشكله. ايه المشكله؟ عنده عقيده الارجاء، لانه بيقول لك احنا ما بنكفرش حد. ليه؟ مش في كفره؟ مش في سوره التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. طب مش عندنا سوره اسمها سوره الكافرون؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون دلوقتي ولا انتم عابدون ما اعبد. دلوقتي يمكن تغير رايك قدام. ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابدون ما اعبد. لكم ده قدام. ولكم دينكم لكم شرككم لكم كفركم ولي دين. ولي دين. ده النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بيقول: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يبيت الرجل مسلما ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. طب مين اللي هيعرفنا الكفار؟ العلماء. العلماء. هو اي واحد بيخش غرفة عمليات بيعمل عملية المريض ويستأصل جزء من جسمه؟ لا، ده لازم يكون طبيب دارس طب،
6 سنين طب وسنة امتياز، براكتس، عنده خبرة، لازم يشتغل ويحط ايده ويشوف. كذلك مش اي حد بيكفر، علماء عارفين ضوابط التكفير، تحقيق الشروط، انتفاء الموانع، وعندهم العلم الشرعي. انما تقول احنا ما بنكفرش حد، لا، تبقى عقيدتك مرجئه. واحد. اتنين، واحد يقول لك ايه؟ الايمان في القلب. بقول لك ايه؟ هات من الاخر، الايمان في القلب، يبقى ده عقيدته مرجئه على طول. لان الايمان في القلب بس لازم ايه؟ فين العمل؟ لا، هو بيشيل العمل منه. ادي عقيده الارجاء، عقيده الارجاء. اسمع تاني بقى، اللي عنده عقيده ارجاء يقول لك ايه؟ لا للتكفير. نعم. لا يا حبيبي، في تكفير، زي يقول لك لا للتكفير لا للتخوين. ليه؟ يعني كل الناس ما شاء الله كلهم، مفيش عملاء، مفيش جواسيس، مفيش خونة. زي ما تقولي لا للتكفير يعني كل مسلم رايح الجنة. امال جهنم دي لمين؟ امال الكفر اللي ربنا ذكره في القرآن ده بينطبق على مين؟ بص تاني بقى عشان تعرف عقيدة التكفير. لما يجي واحد يتكلم عن الكفرة اللي غيروا دين الله ووالوا اليهود ووالوا الصليبيين وخربوا في الدين ومسكوا المسلمين يفتنوهم في دينهم ويحبسوهم ويسجنوهم ويعتدوا عليهم ويعتدوا على عوراتهم عشان هم مسلمين بس، لكن لو غير مسلمين ما يقدروش يقربوا منهم. يجي واحد من الكفرة دول يموت، تلاقي واحد من اللي عنده عقيدة الإرجاء يقول الله يرحمه بقى. الله يرحمه. ايه؟ الله ايه؟ الله ايه؟ ليه؟ هو ربنا هيرحم الكفار؟ لا. الله، هو مين عليه كافر؟ مين قال عليه كافر؟ ارجع للعلماء يقولوا. انت مش عالم عشان تتكلم في موضوع التكفير، ارجع للعلماء وقول لهم. فالعلماء عندهم الأدلة لما يشوفوا الكلام، لأن في تكفير بالكلام وفي تكفير بالفعل. المرجئة يقولوا ايه بقى؟ يقولوا طب ما هو ممكن واحد يكون بيعمل عمل ما نقدرش نكفره، عمل من اعمال الكفر، الا لما يستحل. بص الكلمه يستحل. يعني ايه يستحل؟ يعني يقول ان ده حلال. نسمع العلماء بيقولوا ايه؟ هل الاستحلال شرط لتكفير من وقع في الكفر او الشرك؟ نسمع العلماء بيقولوا ايه. الشيء اللي ربنا سماه كفر يبقى اسمه كفر، ولا يصح اشتراط الاستحلال فيه، لأن هذا يجعل الكلام متناقضا. زي ايه؟ شرب الخمر معصية، حكمها ايه؟ حكمها حرام. طيب خلي بالك، واحد بيقول انا لست مقتنع ان الخمر حرام، ومع انه ما بيشربش خمر مثلا يعني، وهو عارف ان ربنا حرم الخمر وان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها، فده معارض لحكم الله، معترض عليه او مكذب له، فيكفر من هذا الوجه. ده يكفر من هذا الوجه انه عمل ايه؟ ده بيقول انا بقول مستحل، يعني مستحل، ما فيش حاجه اسمها زنا، ما فيش حاجه اسمها الزنا مش حرام، القتل مش حرام، القتل من حرام، البتاع ده مستحل. لكن خلي بالك بقى، واحد سب الدين او سجد لصنم، اقول الاول بقى استنى ما اشوف ده بقى مستحيل ولا مش مستحيل؟ لا، الفعل ده نفسه كفر. هذا الفعل نفسه، السجود لصنم ده او سب دين الله عز وجل، كفر. ولو قيل لا يكفر حتى يستحل، نلاقي واحد ساجد لصنم نقول لا ما تكفروش. الاول انت مستحل الموضوع ده ولا مش مستحل؟ زي موضوع الخمره كده. لا صار التقدير بقى ايه؟ فلان كفر لانه قال عن فعل الكفر انه حلال، وعليه ان يكون الفعل كفرا ابدا، لانه بزعمهم لم يكن كافرا الا بقوله عنه حلال، وهذا مناقض لتسميه الله له كفرا. ومثل هذا، يعني عشان نجيب مثل تاني زي ده كده، يعني هنجيب مثل جميل جدا جدا يوضح لك اللي هو ايه؟ عقوق الوالدين. ابن جه على ابوه وراح ضربه وسبله، ده اسمه ايه؟ ده عقوق الوالدين. اسمه ايه؟ عقوق الوالدين. طيب لو جاء نقول له بقى تعالى يا ولا اللي بتضرب ابوك انت مستحل يالا؟ انت مستحل؟ لو قال لا انا مش مستحل، مش مستحيل، لكن الفعل ده تسميه ايه؟ عقوق والدين بغير استحلال. ولو قال مستحيل يبقى عقوق والدين. هو في حاجه اسمها عقوق والدين بغير استحلال؟ على الاقل في الدين. علشان كده اسمع، الامام الحميدي بيقول واخبرت ان قوما يقولون، بص خلي بالك، ان من اقر بالصلاه والزكاه والصوم والحج، اقر خلاص، بقول لك بالقلب اهو، ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت
او يصلي مسند، واحد بيصلي وعاطي ظهره للقبله مش باصص لها متعمد حتى يموت، بيقولوا عليه فهو مؤمن الجماعه المرجئه ما لم يكن جاحدا، الا اذا قال لك لا والله انا مش مستحيل الموضوع ده، اذا علم ان تركه ذلك في ايمانه. هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله عز وجل: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، سورة البينة. قال أبو عبيد الله: من قال هذا، اللي بيقول إن واحد بيقول بس أنا لا إله إلا الله ويدي ظهره للقبلة وهو بيصلي متعمد أو ما يصليش ولا يزكي ولا بتاع ده، هو بيقولوا عليه مسلم، بيقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به، رواه الخلال في السنة. وقول الحميدي وأحمد صريح في تكفير تارك الفرائض المقر بها. قال العلامة المحدث سليمان العلوان حفظه الله يا رب وربنا يفك حبسه، مسجون في السعودية، يقول: الشرك يكون بالألفاظ ويكون بالأفعال. الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد يكون بالترك، إنك تسيب حاجة تبقى فيها مشرك برضه. إزاي؟ قال: كترك الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا شركا وهو ظاهر القرآن. قال تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، سورة الروم. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا هو شرك بالترك اهو. بيقول: والشرك والكفر إذا عرف بالألف واللام، الشرك الكفر، سواء كان هذا في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، ولا يصح حمل ذلك على الأصغر إلا بنص صريح. ولا يشترط في فعل الشرك الاستحلال. تاني: ولا يشترط في فعل الشرك الاستحلال، فإن الاستحلال كفر ولو لم يفعل شيئا. يعني لو واحد قال لك أنا بستحل مثلا شرب الخمر، هو ما شربش خمرة، يبقى كافر مع أنه ما شربهاش لكن مستحله. لا يشترط في فعل الشرك الاستحلال، فإن الاستحلال كفر ولو لم يفعل شيئا، فإن العبد إذا استحل محرما مجمعا عليه كفر ولو لم يفعل هذا المحرم، أو زي ما قلت اهو. أما الشرك فبمجرد الفعل يكفر العبد بذلك، ما لم يمنع من ذلك مانع الإكراه أو التأويل، أو بقى ده إيه اللي هو بقى ضوابط التكفير. فهو بيقول لك: ما لم يمنع من ذلك الإكراه أو التأويل الذي له وجه في اللغة والعلم أو الجهل المعتبر، فليس كل جهل معتبر. ومن قال لا يكفر أحد بأعمال الجوارح فهذا إرجاء. هذه عقيدة الإرجاء تاني، بل مذهب غلاة المرجئة، هذا مذهب الجهمية، فإنهم يقولون لا يكفر أحد بعمل أو قول حتى يجحد أو يستحل. ده شرح التوحيد للمقريزي. فدي عقيدة فاسدة، عقيدة الإرجاء. فسادها بقى جاي منين؟ قال شريك القاضي رحمه الله وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة اللي هم بتوع الشيعة المجرمين دول خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. أنا عندي الأدلة طبعا، روى الخلال في السنة، بس عشان مش عايزين نطول يعني. ولكن المرجئة يكذبون على الله. سئل الإمام النضر ابن شميل: ما الإرجاء؟ قال: اسمع دي: دين يوافق الملوك، طبعا يصيبون به من دنياهم وينقص من دينهم. دين يوافق الملوك يحبوا قوي عقيدة الإرجاء دي. ليه؟ يطلع الحاكم من دول على الناس ويصلي الجمعة مرة، قال: لا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا مسلم، ويوالي اليهود ويوالي الصليبيين ويلخبط في الدين وما يحكمش بشرع الله، وإيه مسلم ورايح الجنة وأخوهم في الإسلام وتجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه. الله لا، الدين الحلو مش الدين كده، ده تين. ولذلك الدعاة العرة ومهدئون كل واحد وصل لي دقنه لسرته ومع الخسيسي وراضي عنهم،
راضي عنهم، ومديهم جوامع يكلموا الناس ويعملوا دروس ويروحوا ويطلعوا بره يسافروا ويجوا تاني ويعملوا حج ويعملوا عمره ويمشوا في الشوارع. لكن الشيخ محمد عبد المقصود اعدام، الشيخ نشأت مشرد، الشيخ فوزي في السجن، الشيخ يسري وغيره من المشايخ العلماء المحترمين اخواننا الافاضل، مش يعني مش فاكر اسمائهم، او مش لو قعدوا اقول اسمائهم سبحان الله. اشمعنى بقى؟ اشمعنى دول مغضوب عليهم ودول مرضي عنهم؟ لان دول ماشيين في ركاب الايه؟ السلطان. دول بتوع الخسيسي وغيره، زي المجرمين بتوع بشار، عمم على رمم ورؤوس على تيوس، سواء في مصر ولا في سوريا ولا في اليمن ولا دول بتوع الحاجه اهو. دين يوافق الملوك، دين يوافق الملوك، يحبوه قوي. ليه؟ الحاكم من دول يظلم ويعمل اللي هو عايزه، والطراطيش الطرابيش الجزم مقاس 42 اللي لابسهم في رجله، هو حد يخرج على الحاكم؟ هو حد بيقول لا اله الا الله وقال له حق السمع والطاعه. طب وحديث البخاري عباده بن الصامت لما قال اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن السمع والطاعه في المنشط والمكره واثره عوى الا قال ايه؟ الا ان تجد كفرا بواحا، يعني واضح خالص، عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان، لك يبقى ساعتها لا سمع ولا طاعه، لا ده دين يوافق الملوك. سئل الامام النضر بن شميل ما الارجاء؟ قال دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم. يلا اشتغل انت وهو، خلوا الناس تسمع كلامنا وقولوا علينا ان احنا مسلمون. قال الامام الزهري رحمه الله ما ابتدع في الاسلام بدعه هي اضر على اهله من هذه، يعني الارجاء. ذكر عند ابراهيم النخعي المرجئه فقال والله انهم ابغض الي من اهل الكتاب. سبحانك يا رب، الكلام ده في الطبقات الكبرى لابن سعد. سعيد بن جبير يقول المرجئه يهود القبله، المرجئه يهود القبله. كلمه خطيره الحقيقه. ووجه تشبههم باليهود ايه بقى؟ ان اليهود قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. ليه؟ اصل احنا ابناء الله واحباؤه، والمرجئه بيقولوا كده، اللي بيقول بس مجرد يقول، مجرد حتى ما يقولش، اللي هم الغلاة بتوعهم يقول لك بس في القلب كده انك انت مؤمن بالله خلاص بس يلا على الجنه على طول ان شاء الله. الاوزاعي يقول كان يحيى وقتاده يقولون ليس من الاهواء شيء اخوف عندهم على الامه من الارجاء. محمد بن يوسف قال دخلت على سفيان الثوري في حجره المصحف وهو يقلب الورق فقال ما احد ابعد منه من القران، يعني من المرجئه. فدي عقيدتهم الفاسده. وسفيان بن عيينه يقول ونحن نقول الايمان قول وعمل، والمرجئه اوجبوا الجنه لمن شهد ان لا اله الا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنب وكذا وكذا الى ايه؟ الامام الى اخره. الامام البخاري بيقول عنهم كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزياده ولم اكتب الا عن من قال الايمان قول وعمل، ولم اكتب عن من قال الايمان قول بس، اللي هم المرجئه يعني ما كتبش عنه. فدول اللي بيفصلوا الايمان عن العمل، ودي المصيبه الكبيره. وزي ما قلت بقى اللي قاعدين يقول لك لا للتكفير، ده انت بتكفر، ده اصل ده تكفير. وبعدين واحد مره بيقول لك ايه؟ طب يا اخي من قال لا اله الا الله دخل الجنه. استنى بس، لا اله الا الله يعني ايه؟ لا اله يعني اله يعني معبود، معبود يعني مطاع، مطاع يعني ايه؟ يتسمع كلامه. بس هو قال لا اله الا الله. ايوه بس استنى دي واحده، في حاجه اسمها نواقض الايمان. نواقض الايمان يعني ايه؟ مش انا اتوضيت، انا دخلت اتوضيت والميه بتصر مني اهي، الميه بتصر متوضي يا اخويا، استحميت مش اتوضيت كمان، يعني خلاص واخرجت ريح، تبولت، نمت باستغراق، استغراق في النوم، مش خروج شيء من احد السبيلين او الاستغراق في النوم، ينقض الوضوء. يعني ايه ينقض؟ يعني انت ما بقتش متوضي يا عم، الميه اهي، انت ما بقتش متوضي، عملت عمل من نواقض الوضوء. طب انا اتجوزت، واحد يقول لك انا اتجوزت وطلق مراته، خلاص ما بقتش مراته. على ليه مش عاقد؟ ما قلنا خلاص ما انت طلقتها. فواحد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص لا استنى، في نواقض، في حاجات لو عملتها تطلع من الدين. هو مش عندنا حد اسمه حد الردة؟ حد الردة من بدل دينه فاقتلوه، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، حديث صحيح. الثيب الزاني يكون متجوز ويزني يرجم حتى الموت، النفس بالنفس يكون قتل، التارك لدينه
المفارق للجماعة. ألا مش في أعمال الواحد بيكفر بيها اسمها نواقض الإيمان، أو أقوال. لو واحد سب دين لربنا سبحانه وتعالى، لو واحد سب دين لربنا، مش ده هو واحد بيقول لك ايه، لا اله الا الله محمد رسول الله، وراح ساب الدين لربنا، ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ده تضرب عنقه ويطلع بره الدين. اسمع الامام احمد بيقول لك ايه. ابنه بيساله عبد الله عن رجل قال يا ابن كذا وكذا، واحد بيشتم واحد بيقول للتاني يا ابن كذا وكذا انت ومن خلقك. شفت بقى؟ يعني انت وربنا اللي خلقك. سب الراجل ده وسب ربنا كمان معاه. قال هذا مرتد عن الاسلام. الامام احمد بن حنبل قال هذا مرتد عن الاسلام. سالوا ابنه تضرب عنقه؟ قال نعم تضرب عنقه. ليه؟ لانه قال كلام يخرجه من الدين. سوره التوبه ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. اللي قعدوا قالوا ايه؟ القراء بتوعنا دول قاعده كروشهم واسعه وبياكلوا بس. وقعدوا قالوا عن النبي عليه السلام ارايتم الى هذا الذي يريد ان يفتح حصون الشام هيهات هيهات. ينزل القران ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. قد كفر، قد دخلت على الفعل الماضي في التوكيد. قد كفرتم بعد ايمانكم. يقول لنا بقى بعض المرجئه ويقول لك ايه، لا اصل مش واخد بالك انت. طب قول لي يا اخويا، هو اللي سب الدين ده هو ما يقصدش ان الدين بتاع ربنا يا ولا امال يقصد دين مين يا اخويا؟ يقول لك لا اصل الدين معناه انت هتعملوا سيبويه. الله يفك حبسك يا شيخ فوزي السعيد يا رب. لما كانوا يقولوا له كده يقول لهم يعني اللي سب الدين ده عملتوه سيبويه في اللغه العربيه، يعني خليتوه بقى يعرف بقى ان الدين معناها الخلق، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، او بالدين معناها القيامه مالك يوم الدين، او الدين معناها النظام ياخذ اخاه في دين الملك، او الدين يعني الدين يعني الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. هو اللي سب الدين ده لو طب واللي سب الدين ده ما سبش ضابط المباحث ليه؟ ما سبش رئيس الجمهوريه ليه؟ ما لقاش اضعف من ربنا عنده استغفر الله عشان يسبه ويشتمه مثلا. يبقى في اهو كفر باللسان اهو، وفي كفر بالعمل. هو حاطب بن ابي بلتعه لما بعت الجواب، بس عشان الوقت ما نطولش، لما بعت الجواب لقريش وجابوا النبي عليه الصلاه والسلام، وسيدنا عمر عرف قال له ايه؟ يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. ده كفر منقل عن مله الاسلام، مش كفر اللي هو اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا لا، ده كفر منقل عن مله الاسلام. وبعدين هو اللي بيقول سيدنا حاطب بعد كده للنبي صلى الله عليه وسلم مهلا علي يا رسول الله فوالله ما غيرت ولا بدلت، بص، ولا رضا بالكفر بعد الايمان. ايوه ده عمل من اعمال الكفر اللي عمله، بس ايه بقى هنا؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما راجعه الامام الطبري بيقول ان دي خاصه للنبي عليه الصلاه والسلام، لان النبي ما بيعرفش القلوب، اطلعه الله عز وجل على صدق حاطب فقال هذا لحاطب وليس لغيره، وليس لغيره. ايوه في اعمال، في اعمال اهو. اجمع العلماء، والكلام ده قاله محمد بن سحنون المالكي، ان شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر، والوعيد جاري عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الائمه القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. اللي يشك في كفر، اللي يسب الرسول ويقول ده بيشك في كفره يبقى كافر. ده كلام العلماء. انا عندي والله شوف الورق قد ايه، بس الوقت دخل علينا يعني. ان شيخ الاسلام ابن تيميه ان من سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب اللي بيسب يعني يعتقد ان ذلك محرم او كان جاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنه القائلين بان الايمان قول وعمل. اما المرجئه اللي بيقولوا لا مش مهم العمل، لك ويا سب دين تبول على المصحف ولا اليهود ولا الصليبيين، لا 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 لا، دي عقيده الارجاء. فاوعى حد يكون عقيدته ارجاء وهو مش واخد باله. حكامنا المجرمين الخونه دول المرتدون عن الاسلام، اللي بيوالوا اليهود وبيوالوا الصليبيين وبيوالوا العلمانيين، دول حكمهم ايه؟ اسمع،
يقول الله تبارك وتعالى بعقيدة أهل السنة، مش بعقيدة الإرجاء. بعقيدة الإرجاء دول عندهم مسلمون وحلوين، وعشان كده هم سايبينهم ومروقين معاهم آخر روقان. أمال إيه؟ هات وخد. لكن بعقيدة الإسلام وبعقيدة أهل السنة والجماعة قال الله تبارك وتعالى سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك، اللي يتخذ اليهود والصليبيين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. اسمع الإمام الطبري بيقول إيه: وهذا نهي من الله عز وجل. الإمام الطبري ده إمام المفسرين. وهذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا. ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه، ركز، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني بذلك إيه؟ يعني إيه؟ فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم. والعلماء بيقول زي أبو العالية بيقول لا حاجتين تبعد عنهم: الدم والنفس. إلا أن تتقوا منهم تقاه. هنا بيقول لي بقى إيه؟ إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. على مسلم بفعل. اسمع الإمام أحمد شاكر بيقول إيه: إن التعاون مع الإنجليز لما كانوا محتلين مصر بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو الردة الجامحة والكفر الصراح، لا يقبل فيه مع الكفر اللي بيعمل كده يعني اعتذار، ولا ينفع معه تأويل، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء. تقول لي ده السياسة، أنا بلعب سياسة. ولا مجاملة هي النفاق، سواء كان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء، كلهم في الكفر والردة سواء، إلا من جهل وأخطأ ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين. أولئك عسى الله أن يتوب عليهم إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس. وقال: ولا يجوز لمسلم، ده بيتكلم عن الفرنسيين كمان، الاحتلال الفرنسي كان ده في الإنجليز، ده في الفرنسيين بقى. ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون، وإن التعاون معهم يعني الفرنسيين حكمه حكم التعاون مع الإنجليز: الردة والخروج من الإسلام جملة، أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه. الإمام ابن حزم بيقول إيه في كتاب المحلى: من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها، كل الأحكام، من وجوب القتل عليه متى قدر عليه، ومن إباحة ماله وانفساخ عقده إلى غير ذلك، يعني تبقى علاقته بمراته خلاص انتهت. ثم قال: أما من كان محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. ده الإمام ابن حزم الأندلسي. الإمام ابن باز يقول: وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم. كافر مثلهم. أنا كفرت السيسي بناء على موالاته لليهود وموالاته للصليبيين وموالاته للعلمانيين وحبسه للمسلمين واغتصاب الإخوة والأخوات وتركه لشرع الله وعدم تطبيق شرع الله والكفر اللي قاله بلسانه نصوص لا بد أن نخرج عليها. لن أسمح لصاحب مشروع إسلامي يطبق إسلامه. مصر علمانية. مرسي كان عايز يطبق يرجع الخلافة الإسلامية. آخر حاجة اهو يقولوا لنا الطرابيش المجرمين الخونة. مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي الكافر المرتد عن الإسلام صوتت لصالح اليهود في الرمم المختلفة اللي تسمى الأمم المتحدة التي لا تتحد إلا على المسلمين، وبتقول إن اليهود هيستخدموا الفضاء استخدام سلمي. مين اللي صوت لليهود
عبد الفتاح السيسي، يبقى ده كافر ومرتد عن الاسلام ولا لا؟ سوره المائده: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانهم منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. والكلام ده اللي قاله ابن باز اهو، حتى استدل بالايه. والعلماء استدلوا بالايه الثانيه في اواخر سوره المجادله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم. اذا هذا كفر اهو. لا الشيخ وادي بيكفر. انا بكفر من مزاجي ولا من عندي ولا بادله العلماء؟ طب ناخد بعض الشبهات بس للمرجئه ونختم ان شاء الله. بيقولوا ايه مثلا هم لما قالوا ان الايمان في اللغه هو التصديق؟ قال له الايمان ايه هو الايمان؟ هو التصديق الذي لا يعتريه شك. بس خلاص ما قالوش بقى ايه؟ قال لك طب ما انتوا جبتوا كلمه العمل دي منين؟ نقول لا استنوا ان لما بنجيب كلمه الاول ونفسرها في اللغه لازم نشوفها في الشرع ايه؟ في تفسير لغوي وبعدين شرعي وبعدين فقهي، اصطلاحي وبعدين فقهي. فزي مثلا كلمه السنه، الطريقه او العاده، او لكن سنه يعني ايه؟ كل قول او فعل او اقرار للنبي عليه السلام. طب حكمها ايه؟ لا في مستحب ومندوب وفي فرض وفي كده. يبقى النهارده لما نيجي نقول الايمان لازم نفسر الايمان ايه؟ ان العلماء زي ما فسروا لنا الايمان، مش هتكرر تاني بقى يعني. زي مثلا كلمه الصلاه في اللغه، يعني ايه الصلاه؟ يعني الدعاء. طب واحد قاعد رفع ايده خلاص صلى كده خلاص؟ لا فيها اركان بقى وتروح تتوضا واركان وشروط وهكذا. قالوا تاني ايه الكلام بتاعهم؟ بيقولوا القران بيقول ان الذين امنوا، ادي الايمان بتاعهم هو اللي بيقولوا عليها، وبعدين واو ايه وعملوا الصالحات. يعني عايز تقول ايه يعني؟ يعني الايمان اهو بس ايه؟ منفصله عنه، مفيش حاجه اسمها العمل ده. اذا كنا لا استنى ليس كل عطف يكون من باب المغايره. ما هو بيقول لك مغايره، يعني ان الذين امنوا وما دام في يبقى حاجه ثانيه غير ايه؟ غير الايمان دي. لا مش كل عطف بواو العطف تدل على المغايره. لا طب ربنا قال ايه؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طب ورسله؟ طب ما هو جبريل من الرسل، الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، اخر سوره الحج. يبقى هو جبريل ده مش من جنس الملائكه ولا مثلا يعني؟ لا كلام غلط وهكذا. فلازم ايه؟ نراجع. اخر حاجه بقى، يمكن واحد ايه بيقول لي طب انت يا شيخ وجدي من الاخوان المسلمين وتربيت مع الاخوان المسلمين. لان مره واحد من الاخوان قال لي كده وانا بكلمه في عقيده الارجاء، قال لي بص يا شيخ وجدي معلش انا من الاخوان المسلمين واحنا كاخوان ما بنكفرش. قلت له لا يبقى انت مش فاهم اخوان، يبقى انت مش من الاخوان المسلمين. ليه؟ انت لو من الاخوان المسلمين الشيخ حسن البنا عليه رحمه الله رحمه واسعه رب تقبله في الصالحين، الشيخ حسن البنا عمل حاجه اسمها الاصول ال20، مش اصول 20 للاسلام. وبعض المغفلين يقول ايه؟ طب انتوا عندكم بدعه اهو في الاخوان. نسالكم سؤال، ايه الاصل اللي عندكم في القران؟ اول حاجه يعني في الاسلام، يعني اول اصلين مش القران والسنه؟ طب ادي القران والسنه. طيب امال ليه بقى الاصول ال20؟ نقول الاصول ال20 دي لفهم القران والسنه. انت هتفهم القران والسنه ازاي؟ فحط لنا الله يرحمه ويحسن اليه رحمه واسعه رب الشيخ حسن البنا 20 اصل لفهم القران والسنه. تعال نشوف بقى الاصل 20 بيقول ايه في موضوع التكفير. اللي يقول لك لا احنا يا اخوانا بنكفرش، تعال يا اخويا اذا كنت اخوان صحيح. الاصل 20 بيقول ولا نكفر مسلما. مسلم جميل، مين هو المسلم بقى؟ بص الدقه عليه رحمه الله. ولا نكفر مسلما واحد اقر بالشهادتين، لسه استنى، وعمل بمقتضاهما. وايه؟ وعمل، ايوه كده بمقتضاهما. لانه لو قال ولا نكفر مسلما اقر بالشهادتين، لا استنى، امال فين العمل؟ والا هيبقى مرجئه. لكن لا، هنا بيقول ايه؟ لا نكفر مسلما اقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما. عمل بمقتضاهما. انت بتقول لا اله الا الله. اله يعني ايه؟ معبود يعني ايه؟ مطاع يعني ايه؟ تسمع كلام. محمد رسول الله هو ده القدوه بتاعك. الله غايتنا، الرسول قدوتنا، القران دستورنا، الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله. مش امانينا، اسمى امانينا. يبقى لا نكفر مسلما اقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وادى الفرائض. ايوه ده العمل اهو.
لا نكفره برأي أو بمعصية. يكون بيقول رأي من الآراء أو عمل معصية، لا المعصية ما تكفرش. إلا أيوة استنى بقى، ويمكن تقول لي طب يا أخي والله أنا بقول رأيي إن ستنا عائشة مثلا، استغفر الله العظيم يا ربي، كذا وكذا، ويطلق عليه لفظ الزنا مثلا، والله ده رأي. لا يا حبيبي، تطلع بره الدين، لأن ربنا سبحانه وتعالى برأ ستنا عائشة في سورة النور 10 آيات. إن الذين جاءوا بالإفك، يبقى كذب أهو. يبقى أنت لما تقول ستنا عائشة وتتهمها بالزنا، سواء قلت لي بقى أنت شيعي سني ماليش دعوة بوضعك، يبقى أنت كذبت الله. بس نركز تاني مع الشيخ حسن البنا. ولا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض برأي أو معصية، إلا أن، اوعى تقف، كمل إلا أن أقر بكلمة الكفر. يبقى لو واحد أقر بكلمة الكفر يبقى كافر. 2، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، كافر. واحد يقول لك مفيش حاجة اسمها حجاب عند المرأة، مفيش حاجة اسمها صلاة، مفيش حاجة اسمها بر الوالدين. أنكر معلومة من الدين بالضرورة. 3، أو كذب صريح القرآن، ربنا بيقول حاجة في القرآن وده عكسه بالظبط، يبقى ده كافر. 4، أو فسر القرآن على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، يبقى كافر. 5، أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر. عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر. يبقى هو بيقول لك 3 حاجات ما نقدرش نقر بيهم للمسلم. اللي أقر مش مين هو المسلم؟ اللي أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض، ما نكفروش لا برأي ولا بمعصية، إلا أن 1 أقر بكلمة الكفر، أنكر معلومة من الدين بالضرورة، كذب صريح القرآن، فسر القرآن على وجه لا تحتمل أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملا لا يحتمل إلا الكفر. هذه الأصل 20 من الأصول 20 للشيخ حسن البنا. اللي عنده عقيدة الإرجاء يحمد ربنا إنه فاق قبل ما يموت، ويتخلص من هذه العقيدة ويرجع للعلماء ونقول الحقائق للناس. لأن كثير من الدعاة دلوقتي وكثير من حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم بيدوروا على سلامة المنهج، مش المنهج السليم، لا سلامة المنهج. مش عايزين حد يقبض علينا، مش عايزين حد يمسكنا، مش عايزين نخش السجن، عايزين نعيش حلوين كده متختخين وملظلظين ونتكلم في الدين برضه. هيبقى انه دين؟ عبد الله بن المبارك ان لو عالم من العلماء نزل بأرض والناس دي متفشي فيهم مثلا الزنا والعياذ بالله، وهو كلمهم عن الربا، فقد خان. ليه؟ المصيبة اللي عندك ايه؟ مش تدور على سلامة المنهج، دور على المنهج السليم الصحيح. مهما يصيبك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، سورة الاحزاب. انما انت رايح تدور لي على المنهج الايه؟ سلامة المنهج اللي مش عايزين يصيبنا بيه اي حاجة كده ولا بتاع. لا، علشان كده ما ناخدش من اي حد دلوقتي، الحمد لله. سيدنا عبد الله بن المبارك برضه هو اللي بيقول الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من قال ما قال، علشان العلم. وسيدنا محمد بن سيرين يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. اوعوا تاخدوا دينكم من الضلالية بتوع عقيدة الإرجاء ولا التانيين اللي ماشيين مع الخسيسي وبشروا مع المجرمين الخونة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.